حقيقي لو جربتي وصفة الكفتة دي هتعتمديها في وصفات أكلاتك طول الشهر، لأنها حقيقي طعمها حلو. مش بس كده، كمان سهلة وسريعة وبدون فرن. هتعمليها في ثواني كده وانتي واقفة، وتقدميها بقى جنب شوية رز أو شوية مكرونة أو سندوتشات سريعة مع شوية مخلل وسلطة طحينة. يلا نبدأ بسم الله. عشان أعمل الكفتة بتاعتي هنا عندي بصلتين حجم وسط، هقطعهم أرباع وأحطهم في الكبة بتاعتي. كمان هنزل عليهم بفصين من التوم الصحيح، وما تكتريش عن فصين عشان طعم التوم ما يبقاش باين قوي. هفرمهم فرم ناعم جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هجيب كده نص كيلو من اللحمة المفرومة، يكون طبعا فيها نسبة دهن بسيط. هنزل عليها بالبصل المفروم بتاعي، تمام زي ما انتوا شايفين كده. مش هصفي ميته ولا اي حاجة، زي ما هو. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من هريسة الشطة عشان الكفتة بتاعتي تبقى سبايسي كده وطعمها حلو. كمان هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الملح، فلفل اسود، 7 بهارات، وكمان كزبرة ناشفة. كمان معلقتين كبار من البقسماط المطحون السادة خالص بدون اي اضافات. هعجن بقى الكفتة بتاعتي كده. كمان هنزل عليهم كده بحوالي حزمة من البقدونس المفروم، ده كان مجمد عندي في الفريزر. ربع معلقة من البيكنج باودر. هعجن بقى الكفتة بتاعتي كده كويس جدا 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 لغاية لما تمتزج كلها زي ما انتوا شايفين كده، وبتعمل كده خيوط رفيعة زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اصبع الكفتة بتاعتي. هجيب كده جنبي طبق فيه مية وابل كده ايدي فيه، وابل كمان ادهن الطبق بتاعي كده بالمية، وابتدي اصبع الكفتة بتاعتي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده معايا. عملت بقى الكمية كلها. هجيب صينية سخنة جدا على النار، على نار عالية، هنزل فيها بمعلقة من السمنة، كمان رشة من الملح عشان الكفتة بتاعتي متلزقش، وهنزل بكل كمية الكفتة بتاعتي. اول ما احس ان هي ابتدت تاخد لون هقلبها على الناحية التانية. تمام، هطلعها بقى كده على طبق. ومكان تسوية الكفتة هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة جوانح، هشوحها لغاية لما تدبل. كمان هنزل بقرن فلفل اخضر بارد، هشوحه برضو لغاية لما يدبل. هنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من هريسة الشطة، رشة فلفل اسود، رشة ملح، وهديهم تقليبة كده. بعدين افرم طماطمتين كده في الكبة بتاعتي بدون ولا نقطة مية، وبعدين انزلها على الخضار بتاعي. هغطيها كده واسيبها تتسبك على مهلها. بعد ما تتسبك بقى هنزل بالكفتة بتاعتي كده واسيبها تاخد غلوتين كده مع الصوص الجبار ده، واغطيها كده دقيقتين 3 عشان تشرب من الصوص الحلو ده. وبألف هنا.